السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنعمل فيه طاجن الكوارع بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وان شاء الله هتعجبكم. وكمان الناس اللي هي ما بتحبش الكوارع او بتحس فيها ان هي بتبقى زفرة شوية، لا النهاردة هنعملها بطريقة جميلة جدا. واللي ما بياكلش الكوارع ان شاء الله هيحبها. بس قبل ما نبدأ في اي حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكوا كل جديد. معانا الكوارع بتاعتنا لازم تكون مغسولة كويس جدا بالملح والخل طبعا. بعد ما بنغسلها بنسيبها شوية يعني في الملح والخل، يجي دقيقتين 3 كده اهو بتنزل كل اللي فيها، وبعد كده بنحطها في مصفى. لازم تصفي المية بتاعتها خالص، عايزينها ناشفة تماما. ومعايا بصلاية متقطعة مكعبات، طماطمية متقطعة مكعبات، ورق لوري، حبهان، معلقة كبيرة من السكر، فلفل اسود، كمون. طبعا مش هنحط ملح، والملح ده في الاخر لما نحس ان هي استوت خالص. في حلة على النار بتسخن، اختبرتها باتنين، اول ما نزلتهم ما نزلوش مية، يبقى كده الحلة سخنة كويس جدا. هكمل بقية النزول بتاع الكوارع. احنا الاول هندي للكوارع صدمة، مش هنسيب بقى مية على النار ونسقط فيها الكوارع، لا. الطريقة دي بتخلي الكوارع تنزل الريم بتاعها وبيبقى طعمها مش حلو يعني، وفيها كده سنة زفرة. طب ليه بقى ده كليته؟ لا، احنا هنديها صدمة الاول، وبعد كده هننزل عليها المية اللي بتغلي. تمام، انا كده نزلت البصل والتوابل والطماطم، هقلب ده كله مع بعضيه. طبعا اللي عنده حابب يحط قرفة يحط، تمام. اذا كانت بقى عيدان او بودر مفيش مشكلة. شايفين الكوارع بعد ما خدت الصدمة دي؟ ولازم الحلة تكون على نار عالية عشان الكوارع ما تنزلش مية، يعني تاخد الصدمة من غير ما تنزل مية. الخطوات دي مهمة جدا عشان تطلع لك كوارع ما يكونش فيها زفارة، ويكون طعمها جميل وواخدة كده لون جميل قوي. انا هقلب فيها، وطبعا حاطه على الناحيه التانية كاتل في ميه بتغلي، علشان اول ما احس ان الطماطم اللي انا حطيتها في الكوارع دي يعني استوت كده وجت على الكوارع وادت لون، هروح نازله بالميه اللي بتغلي. شايفين؟ واول ما انزل بيها اغطيها. شايفين لون المرقه والتوابل؟ والله بجد تفتح النفس. وكمان ما نزلتش الريم بتاعها. شايفين المرقه صافيه ازاي؟ هي كده لسه داخله على مرحله الغليان اهي، هتغلي. واسيبها بقى، بتقعد على فكره بالساعات، يعني ممكن تقعد معاكي ساعتين. انا قعدت معايا ساعتين ونص، حسب بقى كميه الكوارع والحجم بتاعها، متقطعه كبيره ولا صغير حسب. آم، هسيبها طبعا تستوي، وحضر بقى الصلصه اللي هنحطها على الوش. معلقه سمنه حلوه كده، او معلقه سمنه على معلقه زيت، او زبده، زي ما انتوا عايزين، دي حاجه اختياريه بتاعتكم. الصلصه هنعملها بايه؟ بتوم وبصل. حطينا طب التوم الاول، وبعد كده هننزل بالبصل. في ناس هتقول طب ليه ما نزلتيش بالبصل الاول؟ لا، انا عايزه التوم ياخد ريحه كده ويطلع عليها، واروح نازله بالبصله، اديها تقليبتين، واروح حاطه عليها التوابل، واروح نازله بالصلصه بتاعتنا. يعني مش عايزه اعمل البصله الاول وبعد كده التومه، لا. اعملوا بس الخطوة دي والنتيجة هتبقى روعة بجد. هنزل بقى هنا، شايفين يعني لونها اصفر شوية. هنزل بالتوابل بتاعتنا برضو، ملح وفلفل اسود وكمون. احنا الوصفة دي مش مزودين لها توابل، يعني مش محطين قصدي توابل كتير، يعني غير الملح والفلفل والكمون بس. هي حلوة كده، ما تقعدوش بقى، مش بكتر التوابل على فكرة بيدوكوا طعم، لا. يعني في حاجات تحط لها توابل وفي حاجات لا، هي ملح وكمون تبقى جميلة جدا. طيب هنسيبها تتسبك او لحد ما لونها يعني تتقل. تمام، للي مش عارف يعني ايه تتسبك، لحد ما لونها يتقل كده، وبعد كده بنطفي عنها النار. الكوارع طلعت، شايفين الجمال؟
بجد بجد هي اصلا مستوية من غير الطاجن، هي كده مستوية. بس لا، احنا عايزين نديها تطعيمة احلى ولون احلى، فهندخلها في الطاجن وندخلها الفرن. طبعا الفرن كان شغال قبلها مثلا بنص ساعة، والطاجن كمان سخن. فهننزل بالكوارع، شايفين الدخان اللي طالع؟ تحفة. هنزل بقى عليها بالصلصة. طبعا الكوارع بتخش على اعلى درجة حرارة يا جماعة. آه وبرضو بتعوق، يعني اول ما نحس بقى كده ان هي خدت لون وكده تمام بنطلعها. انا حطيت معاها قرنين فلفل كده عشان تبقى ايه يعني تبقى سبايسي. اللي مش حابب يشيلهم عادي، يعني مفيش مانع. شايفين بعد ما طلعت؟ شايفين المنظر؟ هو المنظر بيتكلم عن نفسه. بصراحة دايبة وكانت طعمها تحفة بجد يعني. في ناس ما كانتش بتحب الكوارع دي، بس لما دقوا الطاجن ده يعني بقوا مدمنين كوارع. صدقوني والله بجد. يعني اللي مش بيحب الكوارع هيحبها. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكوا كل جديد.